السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم أم سيف الدين. مرحبا بكم أخواتاتي وحباباتي والإخوة في الدين في الإسلام، كل شيء مرحبا بكم من الجزائر من خارج الجزائر. المهم مرحبا بكم في قناتي المتواضعة، قناة أم سيف الدين نزار أو أم سيفو. مرحبا بكم. في البداية نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، يا حبيبي يا رسول الله، كما نصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فيديو تاع اليوم بدون إطالة بلا ما نطول عليكم، فيديو عن الحجاب. حجاب المرأة المسلمة. حنايا رانا مسلمين متفقين، اوكي، احنا مسلمين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندنا الصلاة وعندنا الصوم وعندنا الزكاة وعندنا الحج إلى بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. هذه شو نسموها أركان الإسلام، يعني لا يقوم الإسلام إلا بالأركان هذه، متفقين عليها وكل شيء. ولكن كاين حاجة أخرى اللي هي الفرائض. كاين حوايج فرضهم ربي سبحانه وفصل فيهم ربي سبحانه بدون نقاش. من بينها الحجاب. كما الميراث هو خصو ربي سبحانه أنه هو ما خلاش للإنسان. لو كان خلاه الاجتهاد ولا الإنسان ولا كذا، كل راه فيه مفاسد كثيرة وفيه مظالم كثيرة، كل الناس كل راه يتظلم في بعضها بسبب الميراث. لذلك ربي سبحانه بنفسه قسم الميراث، اللي الذكر يحضر الأنثيين، وفي الحالة هذه ومات وخلى ابنه ولا خلى ابن وخلى كذا ولا ما خلاش أولاد ولا. المهم كل الحالات فصل فيها ربي سبحانه في القرآن الكريم. حاجة مذكورة في القرآن وفرض وأمر من ربي سبحانه. بدينا نوصلوا الآن بأنه بدأوا يناقشوا شرم يناقشوا الآن كي دخلتنا العلمانية هذه، بدأوا يناقشوا في أنه لا ما هوش فرض، ما كانش حلال ولا حرام، ما كانش فرض، يعني كما نقولوا احنا نص مباشر للحجاب. ايش بيكم؟ شراهم يفتوا عليكم وانتم مصدقينهم؟ من عهد الرسول، من البعثة، إلا وأنه الحجاب فرض. إلا والحجاب فرض تكلم عليه الرسول وتكلمت عليه السنة وتكلم عليه القرآن وتكلم عليه الدنيا كل. الإسلام كامل قائم معروف بأنه المرأة متحجبة، لا يظهر منها إلا إن بلغت، لا يظهر منها إلا هذا وهذا، يعني الوجه والكفين. خلاص معروفة أنه ربي سبحانه أمر زوجاتك وزوجات المسلمين أنه كامل أنه يلبسوا الحجاب، صح ولا لا؟ ايه. من بعد رانا مش غير شايفين عاد وش يقولوا انه المهم تكون مستوره. برك يبالك هذيك اللي مش متحجبه، بالك راهو قلبها وراهو افعالها احسن من المتحجبه. شوفوا، صح، هو الدين هو دين العمق، دين القلب ودين الافعال ودين الظاهر، هذا مش حندخلوا به الجنه. بالصح انه تحجب بنتك هذه اول خطوه. ما كانش منها هذه انه ماهيش مقتنعه. انا مانيش مقتنعه بالحجاب. هي اختي وش حابه تقتنعي؟ انا حابه نعرف وش السبب اللي يخلي النساء والبنات نتاع المسلمين، مش نهضر على تاع الكفار، وش السبب اللي يخليهم ما يلبسوش الحجاب؟ اكيد كاين غرض. الغرض هي المفاتن، هي إظهار المفاتن. ما يجيني حتى واحد ويقول لي لا 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 لا، هذه حرية شخصية، والله هذه مش معناها أنه مش متحجبة، معناها أنه رايحة تعري ولا رايحة تظهر المفاتن ولا قادر تكون مستورة. إذا كانت يعني حسب رأيهم هما زعما مستورة، سروال ولا الفيزو ولا معرية ايديها ولا معرية رجليها، ولا هما العراء، يعني العراء الكلي هما عندهم العراء. ولكن العراء هذا نص نص، هذا عنده مش عراء. ربي سبحانه أو عفوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسري به في حادثة الإسراء والمعراج، عرج به إلى السماوات العليا وحدث بما رأى. وش قال بأني رأيت أكثر أهل النار من النساء. وكاين تاع الكاسيات العاريات في آخر الزمان، تكثر الكاسيات العاريات. وش معنى كاسيات عاريات؟ يعني ما هيش عريانة هذيك 100%، حاشاكم يعني في الكلمة، وما هيش مستترة بالحجاب، يعني أنه لابسة ولكن نص نص. هذا اللي راهم مش متحجبين الآن، هما راهم ما همش عارفين بأنهم متبرجات، باللي راهي مسلمة، صحيح مسلمة ما هيش كافرة، لأنه تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن عاصية.
راهم كاين يعني أقوال كثيرة للعلماء إنه يقولك إذا توفيت على الحالة هذه راهي يعني تعتبر عاصية ذنب كبير. فهمتوا؟ وزيد عدم ارتداء الحجاب ينتج عنه مفاسد كثيرة. والله احنا دوكا عدنا لابسين الحجابات وكذا، وكل مرحلة من مراحل يعني العمر تاعنا والسن تاعنا، إلا وأنه نزيدوا كما نقولوا احنا نبالغوا في الحجاب، نزيدوا نسطروا أكثر وأكثر وأكثر، يكون عريض أكثر ويكون طويل أكثر ويكون بمواصفات يعني أكثر وأكثر وأكثر. دوكا أنا يعني لابسة حجاب الحمد لله، بصح مانيش مدايرة النقاب، راني نفكر بتفكير يعني جدي اني ندير نقاب. قادر راك يجي واحد يقول لي هذه حريه شخصيه ديري ولا ما ديريش، انا نتكلم هذه قناتي نتكلم فيها، مانيش جايه عند الناس ولا. طبعا اللي يحب يشوف الفيديو يتفضل، اللي ما حبش يشوف الفيديو ومقتنع بآرائه، انا عليا انه الدين النصيحه، ننصح لوجه الله، اللهم إني بلغت. حاجة أخرى الله أعلم، ربما تكون فتاة بنتي أختي كذا مر عليها الفيديو صدفة، ممكن أنه يتحرك قلبها شوية، ممكن يعني تفيق من الغفلة اللي راهي فيها. والله العظيم الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله العظيم الدار الأبقى هي الآخرة وليست الدنيا. الدنيا هذه راهي، شوفوا الدنيا هذه هي متعة الكافر، متعة الكافر، مع الكافر يتمتع فيها. علاه ديما نقولوا احنا اللي يعملوا الشر واللي يعملوا كذا واللي يعملوا كذا عاطيهم ربي الخير وعاطيهم الاولاد وعاطيهم المال وعاطيهم، تلقى متبرجه وعاطيها ربي كل شيء، وممكن تلقاها متحجبه وكذا ومبتلي. هذا ابتلاء، روحوا قراوا على الابتلاء. الانبياء ما على ابتلاهم ربي سبحانه، الانبياء اليوم احسن البشر واصطفاهم ربي سبحانه من البشر، خير البشر، وخيرهم الرسول عليه الصلاه والسلام محمد عليه الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رسول الله. وبالتالي انه الحجاب هذا راه ستر بنتك، راهو الشروط تاعو عند البلوغ، ويا ريت يكون قبل البلوغ بشويه. علاه؟ لانه باش ما نفاجئوش البنت، مش البنت فجاه البسي حجاب، لازم نمهدولها، تكون صغيره شويه ما نلبسوهاش اللبس الفاضح ولا الكاشف حتى اذا كانت صغيره. تكبر شويه نبداو لا طولي شويه، ديري شويه، عرضي شويه، ومن بعد نبداو نمهدولها بالحجاب. فهمتوا؟ كي تبلغ خلاص، ولا قبلها يا ريت قبلها بعام ولا كذا تبدا بالحجاب. كيما الصلاة فيها كيما نقولوا احنا مراحل، علموهم على 7 وضربوهم على 10. مش معناها على 7 هذاك وين نبدا نقول له وش معنى صلاة ولا نذكر له صلاة لأول مرة، راه مش معناها. معناها هذه أقل شيء برك 7 سنوات من الأفضل، يعني كيما نقولوا احنا أقل 3 سنوات خلاص يبدا يفهم الطفل، يبدا يفهم، يدندن، يبدا يهدر، يبدا يقول، يبدا يقلدك، انتم ما تصلوا هو يقلد، صح ولا لا؟ الحجاب، الله في الحجاب، والله العظيم. شوفوا غير روحوا اي واحد شاب وسقسوا، حتى اذا كان يعني حاشاكم يلعب بالبنات، اذا كان تاع بنات، اذا كان تاع يعني يدير في المعصيه، اذا كان كذا، ولكن ما يرضاش يتزوج وحده متبرجه ولا عاصيه ولا تاع الناس الكل شافوها. ليه يا اختي؟ هذا جسمك، هذا راهو، شوفوا الجسم هذا راهو تاعك انتيه، حاجه خاصه بك انتيه، ما توريش للناس. الزينه تاعك تقول انا لما لا نلبس نفسي باش نكون انيقه، هي البسي، اذا كنتي في المنزل تاعك البسي، اذا تزوجتي الزوج تاعك راهو حلال، البسي كيما تحبي، صح ولا؟ اذا كنتي ما بين النساء البسي، يعني نحي على شعرك ولبسي وكذا وفرحي عادي. بصح راهي البرة لا كاين كيما نقولوا احنا الحلال وبين والحرام وبين ومن بينهما امور مشتبهات. هذه راهي بينه الحرمه تاعها بينه والفرض تاعها بين. ربي سبحانه راهو فصل في الحجاب، لا يصف ولا يشف، عنده كيما نقولوا احنا شروط. اما الشروط دوكا نشوفوا فيه الحجاب هذا والله العظيم ماهوش حجاب، غير تنحوا الحجاب، لما نقولش نحوا الحجاب باش ما ندعوش الى الكفر والى الفسوق اكثر، بصح ماهوش حجاب تاع فيزو، ماهوش حجاب، هاو مفصل رجلك كيما راها فصلها. حجاب تاع البودي هذاك المزير ماهوش حجاب، سبحان الله. الصدر تاعك كل باين، ايديك كل باينين، ها هو الرا والمقياس المقاس نتاعهم خسرك كيما راه. وهذا واش من حجاب يا بنتي؟ واش من حجاب؟ عودوهم في المتوسط، عودوا بناتكم، عودوهم يروحوا يقراوا القرآن في الصيف، دوكا تشوفوا المعلم تاعهم وكذا ويقتدوا بالمعلمة تاعهم وكذا، وما شاء الله يولوا لنا مسلمات وبنات وعفيفات ويولوا زوجات وحيربوا ان شاء الله جيل. لما تكون نتايا رجل وتروح المسجد
وتحضر الخطبة وانت مسلم وتقرأ في القرآن وممكن مداير لحية وبناتك مش متحجباته، ولا غير نشوفهم راهو راسي حابس. نتكلم مثال على الجزائر برك، كيفاه يعني نعودوا مسلمات وما نش متحجبات؟ هو تناقض كبير. يا هكي مسلمة، مادامك مسلمة التزمي. ماناش حنقول لك انا التزمي يعني توبي والزهد في الدنيا وما على باليش، على الاقل مش معناها النقاب، بصح على الاقل حجاب مستور. غطي جسمك، خليه. شوفوا الحلوه هذيك كوجاك هذيك، شتو كي تعود ديما نشوفوها في الفيسبوك كذا مغطيه محفوظه. هذه لؤلؤه، هذه كذا. الحاجه الغاليه انك تحفظها. انت الصاك، انا عندي صاك كيما هذا، شوفوا ما نخليش مفتوح. انا كيما هيك كي نكون في الشارع، صح ولا لا؟ ما نخليش مفتوح لي يجي يشوف واش كاين فيه، لي يجي يشوف واش كاين فيه. لا اي معرضه للسرقه، انا نسكروا نقفلوا. علاش نقفلوا في رايكم؟ باش واحد ما يشوفوا، لانه حوايجي هذو ماهيش سلعه نعرضها. دوك هادو اللي ماهمش دايرين حجاب راه كانهم جسمهم ولا سلعه يعرضوا فيها، وهما يظنوا هذا نقص في التربيه ونقص في الوعي ونقص. ضحايا هذو البنات اللي كانوا صغار وبعد كبروا، ضحايا انه يحسبوا بانه بعرض الاجساد تاعهم وجسمهم كسلعه ممكن يجيبوا الرجال ويحبوهم. الرجال يحبوكم، الرجال اللي شهوة فقط، اسمحوا لي على الكلمه، بصح كحب كزوجه وربة اسره وكأم وحتولي ام اولاده وكذا مستحيل، والله غير مستحيل. روحي سقسي من وراء، روحي سقسي خوك، فهمتي؟ روحي سقسي خوك برك وش يقول لك. قولوا هل ترضى تدي وحده متبرجه؟ لا. والخو ثاني الاخ اللي ما يغيرش على كما نقولوا جسد اخته ثاني، هذا احنا اسمحوا لي في الكلمه رانا دخلنا في مصطلح الدياثه، ديوث، اللي ما يغيرش وما يصونش عرضه وشرفه وجسمه وكذا تاع سلعه، يخلي خواتاته ولا بناته ولا مرته ولا يخليها انه سلعه للناس. هذا راه الدياثه، اعوذ بالله، وربي بعدهم علينا ان شاء الله. وبالتالي انه كل امراه تشوف فيا ولا كل بنت، الحجاب رانا في اخر الزمان. واخر الزمان يعني وصفه الرسول عليه الصلاه والسلام كانه الماسك يعني المحافظ على الدين تاعو كانه ماسك على جمره، كانه ماسك على الجمر. شتو جمر يحرق؟ هذاك هو الدين وصلنا الوقت الدين عاد صعيب، عاد مغريات يعني فوق الحق. ويا بختو اللي حافظ على الدين تاعو، ويا بختو اللي يستر روحه وستر بنته وستر مرته وستر كذا. تتخلي بنتك ومرتك كاسلعة للناس يشوفوها؟ والله ما تسرى، والله ما تليق حتى بالمنطق، ما تليقش حتى بالعقل. خلينا من العاطفة، العقل ما تليقش. هذه راهي تاعك تتمتعوا في الدار، تمتعوا، حوسي كما نقولوا احنا، اقراي اخدمي ديري وتسافري كذا، بس تكوني محجبه. اعطي الصوره هذيك تاع الاسلام الحقيقيه هذيك. بلا ما نطول، اني نشوف الفيديو شويه طوال وباش ما تملوش، نصيحه لوجه الله وصدقه جاريه عليا ان شاء الله، ولي شارك الفيديو ولا اقتدى ولا كذا حتكون صدقه يعني ليه هو حتى هو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.